السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، تخيلوا معايا أن الجزائر قامت بوضع حجر أساس لملعب القليعة منذ 1989، وأن هذا الملعب لم تستطع إكماله إلى اليوم، ما زالت فيه الأشغال. يعني 36 عام والجزائر لم تستطيع إكمال الملعب، وفي الأخير يخرج بصبع بردع يقول لك نحن قوة عظمى، نحن قوة إقليمية، قوة ضاربة في الحيط. هذا هو الجواب. هذا الملعب خاصو يدخل الموسوعات كنيس الأرقام القياسية، لأن 36 عام راه ما كاينش شي ملعب تجاوز هذه المدة في العالم، مع العلم بأن جميع العمال والشركات اللي متكلفة بهذا الشيء تلقاهم صينيين وأتراك. نتوما راكم عارفين الشعب الجزائري شعب نوام، ما كيعرفش يخدم. الشعب الجزائري شعب معكاز كما نقولوا بالمغربيه، كسول. الشعب الجزائري تعود بان الدوله كتشريه بسياسه السلم الاجتماعي والمساعدات اللي كتعطيه باش يبقى ساكت. اما في هذا الفيديو اللي غتشوفوه حاليا، صحفيين جزائريين كيتكلموا على فضيحه الملعب القليعه. نشاهدوه جميع ونكملوا الحوار. حسين تفضل. حسين انت مادام تكلمت على ملعب القليعه، قليعه رويبه فيه ملعب، قال لك لازم يكونوا في لينار. خلينا هدرت على ملعب القليعه. انا حبيت نهضر على ملعب القليعه لانه حاله استثنائيه. هذا الملعب لماذا؟ مادام جات الفرصه نوجهوا نداء للسلطات العليا في البلاد. هذا الملعب والله غير عيب. الملعب اللي انطلقت فيه الاشغال سنه 1989، عنده 36 سنه هما يخدموا في هذا الملعب، ما حبش يخلص. الملعب اللي حط الحجر الاساس نتاعو قاصدي مربح، ربي يرحمه ويوسع عليه. يعني انت ملعب تبنيه 36 سنه ما يخلصش، عيب والله عيب. هذاك الملعب لو كان راه واجد اليوم شباب الوزداد باش تروح لقسنطينه عندهم نص ساعه مشيه من العاصمه للقليعه، نصف ساعه عندهم، ويخفف الضغط بزاف لانه فتحوه واحد الوقت. حتى المنتخب الوطني المحلي استقبل فيه، استقبل منتخب ليبيا، استقبل منتخب المغرب، استقبل فيه ولعب فيه. مولودية الجزائر استقبلت فيه، اتحاد العاصمه استقبلت فيه، ولكن افتتاح مؤقت. لانه حتى المدرجات اللي داروهم وين كانت من تحت دايرين غرف تغيير الملابس وقاعات رياضه، هذوك عاودوا طيحوهم. قال لك باللي سي تي سي قال لهم ما همش يعني وفق اجراءات انا نفتح لك قوس. قلت لي انت هادو بناوهم زادوا طيحوهم راهم يبنوا في المدرجات جدد. والمسؤوليه كيف؟ اعطيني علامه. انا نقول لك من المفروض ملعب القليعه يدخل في كتاب جينيس الارقام القياسيه. انا نقول لك بداوا الاشغال، بداوا الحفر فيه، بداوا يتكلوا على الله، بداوا يخدموا فيه في 1989. الناس في هذاك الوقت في القليعه فرحوا، قال لك راح يكون عندنا ملعب. لا ماكات تاعو تشوفها راهي عندي وراهي مازالت في الدائره في القليعه. لا ماكات تاع هذاك الستاد السعه تاعو 45